طب انا لا دلوقتي حدث. هسألك سؤال وعايز اجابة محددة. انت شايف يا كابتن ان اللي عمله عبد الله السعيد ده صح ولا غلط؟ السلام عليكم، عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد في قناة في التسعين. عاملين ايه؟ النهارده معاك كابتن ابراهيم كالعادة. عامل ايه يا كابتن؟ الحمد لله. ازيك يا كابتن زياد؟ الحمد لله. النهارده باذن الله هنتكلم على رحيل عبد الله السعيد عن نادي الزمالك و... وطبعا نتكلم عن ازمات الزمالك اكتر وايه اللي بيحصل في الزمالك. وانا حاسس على فكره يعني يا كابتن ابراهيم ان هو الموضوع بقى عاده عند لعيبه الزمالك، ان كل دلوقتي لاعب يحصل له مشكله في النادي، سواء مشكله نفسيه او مشكله ماديه، بيقرر ان هو على طول يسيب النادي على طول كده ويهرب. ايه الظاهره دي يا كابتن ابراهيم؟ والله هو الزمالك عودنا ان طوالي من زمان قوي كده القصه دي بتحصل. ما تفهمش ايه الموضوع، يعني في حته يعني واقعه في الاداره مع اللاعبين كده. فمن زمان قوي، من ايام رضا عبد العال لما حصل مشكله وانقطع عن التدريب وراح الاهلي وعمل الكلام ده من حوالي برضك في التسعينات الكلام ده. و وغيره لعيبه كتير، جمال كان في لعيب جمال حمزه جمال حمزه برضك ولاعبين كتير. وبرضك اللعيبه اللي هو زي امام عاشور وكهربا وزيزو. وزيزو، والمشاكل اللي بتحصل دي. السنه دي بقى حصل حاجه غريبه يا كابتن زياد. بعد مشكله بزيرة. فيزيرا، في شيكوبانزا ده لسه لحد دلوقتي ما رجعش. وبيدور. والله يعني شيكوبانزا ده يا جماعه الصراحه صعب يعني. انا اول مره اشوف لاعب كده بيقول لك في. هم تقريبا جايبين ميكروباص وحاطين صوره شيكوبانزا ورا. هو انا مش بيقول عارف. من يجده يتصل على الرقم انا السخن. بجد والله يعني زي ما انت بتقول، يعني انا مش ايوه. عارف انا هو. مش عارف والله. النادي الزمالك بيمر بفتره، يعني اقل ما يقال عليها ان هي فتره مضحكه، يعني لا بجد فتره والله. تقديم الضحك. اه. مع احترامي طبعا الكامل لنادي الزمالك، بس يعني ايه اللي بيحصل؟ يعني انا اول مره اشوف كده يعني. نادي كرة عريق زي نادي اه. الزمالك ويحصل فيه لا المشاكل دي. حاجه غريبه. يعني انا شايف ان هو، وناس طبعا الناس اللي متابعانا عارفه ان انا قلت الموضوع ده كذا مره، ان هو النادي الاهلي كان بيمر بواحد من اسوأ المواسم بتوعه السنه اللي فاتت، اللي هو الموسم اللي فات. فمع ذلك ما حصلش اللي حصل مع نادي الزمالك ده. يعني انا اول مره اشوف كده. اه لا صحيح. وبعدين بدأت بقى الأزمة بقى الكبيرة قوي، إن عبد الله السعيد كان ليه مستحقات مالية عند هي دايما المستحقات دي صح. ليه مستحقات متراكمة عند الزمالك. فالمفروض الراجل بدأوا التدريبات وكده، وبدأ المعسكر التدريبي استعدادا للموسم الجديد وتجميع الفريق والكلام من ده. يقولوا لعبد الله السعيد تعالى، عبد الله السعيد يقول لك لا انا عاوز فلوسي. يا عم تعالى وهنديك وبتاع، والحكايه في الاخر خالص. طبعا عبد الله السعيد الكلام رايح جاي، فاشكلوا الموضوع بقى. فقام قال لك ايه، طب انا بقى مش هكمل مع الزمالك. ودلوقتي بيتكلموا عن فسخ العقد بينهم وبين بعض. حاجه يعني غريبه، بالرغم ان عبد الله السعيد في السن اللي هو فيه ده راجل عنده 41 سنه. بيقدم احسن مستوى. وانت اصلا عبد الله السعيد كان بدأ زي ما انت عارف كان في الاسماعيلي، وبعدين راح اتحاد جده وسافر على سافر بره، وبعدين رجع على الاهلي، وبعد كده راح بيراميدز. طبعا ده كان كوبري من كوبريات الاهلي برضو اللي ما يعرفش يعني. لا عشان هو دايما كباري مشهوره. الله على رايك يا يطلع كابتن. بره وبعدين يجي. ايوه الله ينور عليك. عشان ايه ما يبقاش يعني ما عندناش ثقافه ان احنا نتعاقد على طول مع اللاعب في مع الدوري النادي المصري. مع النادي بتاعه لا لازم ان هو فاهم يعني يبقى لازم بقى. يعمل لا. بريدج كده بشكل فانا مش عارف يعني كأنه انا. مش شايفك. فلا الوضع مش مظبوط. وبعدين الزمالك انا والله مشفق على الكابتن معتمد جمال. انا مش عارف الراجل ده هيكمل الراجل اتقال من شغلانته هيكمل وبعدين جه ازاي تاني. بالكوارث اللي عنده دي. يعني ما عندوش ناس، ما عندوش يعني الناس اللي حسام عبد المجيد مشي، بزيرة ما فيرا ماشي جاش، وشيكوبانزا لسه بيدوروا عليه مفقود. وحاطين صورته ورا ميكروباص. بيدوروا عليه، بيقولوا من يعثر على شيكوبانزا يتصل بينا. وجت
فعبد الله السعيد المفروض عبد الله السعيد راجل كبير وقور، رمانة الميزان بالنسبة للزمالك وكده، والمفروض انت راجل يعني فاضل لك سنة او سنتين في الملاعب، انت راجل عندك 41 سنة. بس معلش يعني يا فكانت كابتن مفاجأة ابراهيم، بالنسبة لي. معلش يا كابتن ابراهيم، يعني زي ما الكابتن احمد قال في الحلقه اللي فاتت، اه ساعات يعني ظروف اللاعب بتجعله ان هو، يعني معلش يعني في حته كده تأنينة كده بسيطه من اللاعب، ان هو ايه، مستحقات الماليه، الحاجات اللي هي اللي انا ما خدتهاش، فاهم قصدي؟ انا بص، انا دماغي توديني لحاجة تانية، ان هو عبد الله السعيد هو مش عاوز يكمل مع الزمالك. انا دماغي توديني لكده، بس مش ليه يعني يا كابتن؟ ده لا هم انا لسه ما واخدين اعرفش، بس الدوري انا دماغي وبيلعبوا في انا، دوري ابطال. لا انا هو جت معاه كده، فهو قال لك ايه الدنيا، الزمالك دلوقتي مفيش بزيرة، ومفيش حسام عبد المجيد، والفريق اه ما فيش فرقه يعني. وبعدين القيد واقف وما بيقدروش يجيبوا صفقات، فقال لك انا هخش، انا اللي هشيل الليلة. يعني هو جه في هو اللي دماغه هيبقى كده، النجم الوحيد. يبقى هو النجم المتصيد اللي لعب قبل كده في الاسماعيلي واتحاد واهلي جده وبيراميدز والاهلي والكلام من ده، فراجل ليه تاريخ هيجي في الاخر. فهو انا بقول حته المستحقات الماليه دي و... والايام هتثبت، انا ده ظني يعني. وممكن ان بعض الظن اسم، ممكن الدنيا تبقى تتغير، ولكن في اعتقادي ان هو قال لك كرسي في الكلوب واخلع بحجة ان انا ليا 19 مليون وما حدش اداني حاجة وعليا التزامات والكلام من ده. طب انا ده دلوقتي حدث. هسألك سؤال قول. وعايز اجابه محدده. قول يا كابتن. انت شايف يا كابتن ان اللي عمله عبد الله السعيد ده صح في التوقيت ده ولا غلط؟ لا طبعا. انا انت دلوقتي زي ما انت لسه بتقول، انت دلوقتي لسه قايل لي ان عبد الله السعيد هيبقى هو النجم الوحيد، والراجل بسم الله ما شاء الله لعيب كبير، وكبير شأنا وكبير مقاما وكبير سنا برضه في نفس الموضوع. ايوه 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 صح. تمام. هيتعامل ازاي مع فرقة هو هيبقى النجم الأوحد ليها؟ برضه الموضوع ده صعب. تمام. والراجل عايز ينهي الكارير بتاعه هو في التوب ليفل، مش عايز ينهيه وهو مثلا متصاب، عنده مشاكل. صح ولا إيه يا كابتن؟ هو فأنا برضه عايز أسألك أأكد على النقطة دي عشان المشاهد بس يفهمها. ايوه. هل دلوقتي قراره في إن هو يمشي في الوقت ده في الموسم ده الصح ولا ده الغلط؟ انا اعتقد هو القرار 50-50 صراحة. اعتقد ان القرار 50-50، هو ليه مبرراته. الحاجة التانية هو بيميل ان شايف ان المركب، ان الزمالك بالمقدمات نتائج. بالتجهيزات اللي داخله على الموسم الجديد دي مش هيبقى احسن حاجة. وبعدين الأهلي خد بالك داخل بصفقات لا سيبك، بغض النظر عن كويسة الاهلي، لا هجوميا. هو الاهلي وبيراميدز وعلى فكره كل الفرق بتستعد بشكل كويس. يعني ما تنساش انبي، ما تنساش سيراميكا، ما تنساش لا، في الانديه كلها بتشتغل في صمت ومظبطه نفسيها وعامله معسكرات ومستعده. فهو الزمالك الوحيد اللي هو واقف قيده، كل شويه قضايا وكل شويه حكايات، وفي نفس الوقت اخرها ان اللعيبه بيقولوا لهم يا جماعه الخير احنا بنبدا معسكر بزيرة ما بيردش ولا حد عارف يتواصل معاه، و وعبد الله السعيد اهو في الاخر خالص بيقول لهم هات فلوس يا اما مش هلعب، وشيكو بنزا ما لحد دلوقتي بيدوروا عليه وبتاع. يعني في فوضى يعني. لا مم. الدنيا كده حتى ده تأثيره كمان، تأثيره بالشكل ده وتسمح لي يا كابتن زياد، تأثيره سيء على بقية الايه، على بقية المجموعة الموجودة، اللي مم. هي اللي بتتدرب، لما يلاقوا 3-4 من زمايلهم في الوضع ده، وان هم يعني مش ملتزمين والكلام من ده، هيأثر على ترابط وانسجام الفريق نفسه ماشي، بس هل ده ما بيديش فرصة
للنجوم الصاعدة واللعيبة اللي هي كانت مثلا محطوطة في البنش، طبعا ما كانوش بينزلوا كتير. ده ما بيدهمش فرصة. نوب زيرا مشي، وعندك شيكوبانز اهو ايوه ايوه، ما انت لسه ما كلامك جاش. مظبوط. ما ده يعني ما بيديش فرصة للعيبة دي، ولا انا، هو بيعمل خد بالك انا مع كلامك يعني. هي الفكرة كلها انا بس عايز اعرف وجهة النظر يعني. هو بص يعني احيانا بيقولوا رب ضارة نافعة. يعني احيانا ان انت غياب لعيب مثلا في يعني التاريخ يقول كده ان لعيب كان على الدكة باستمرار، وجي لعيب اصيب ولا حصل له حاجة، فهوب خد نزل خد خد فرصة، فرصته. وكانت الانطلاقة بالنسبة له. رب غياب حد زي زي بيريرا، مصطفى شوبير كده برضه. زي مثلا اه، شوبير لما اصيب بالشناوي ودخل، ف كل الناس كانت ماسكه قلبها بايديها، وبعدين دخل هو وربنا خد كرمه، المركز الاول او ده. وخد بقى يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمه وكان موفق يعني. فممكن برضك نفس الكلام لما يجي لعيب يغيب او يحصل له اصابه، وحد يجي بعد منه من اللي هم قاعدين دكه، يخش ويكون بديل، ويكون بديل كويس جدا، وي... ويحقق نتائج يعني ما كانتش متوقعه، وحصلت مع ناس كتيره جدا جدا يعني. ف وارد الكلام ده برضك يا كابتن زياد، وارد. طيب عشان آخر حاجة بقى، عشان ننهي بقى الحلقة بتاعتنا، عشان برضو المشاهدين بتوعنا ما يملوش برضو، يبقى احنا كده وصلنا للمضمون. انت شايف نادي الزمالك رايح لفين، او ايه وجهة نادي الزمالك؟ هل هو يعني ناوي على حاجة الموسم ده، ولا هو يا رب ان يعني زي ما انت فاهم مثل الشعب يعني اللي هو ايه، يا رب يعني نعرف نلم الحاجة قبل ما نخش بقى، فاهم؟ يكمل. يعني قبل ما بدل ما احنا داخلين نكسب الدوري ده، لا احنا بنصارع على الهبوط، فاهم قصدي؟ لا هو بص، هو الزمالك برضك فريق عريق، وفريق برضك ليه جذوره في الدوري، ومن الأندية التنافسية، وهو يعتبر يعني قريب يعني من قرناء الكرة المصرية مع النادي الأهلي وكده، ودلوقتي طلع معاهم كمان بيراميدز والأندية التانية دي. ولكن طول عمرنا بنقول ايه، الأهلي والزمالك، بين الاهلي والزمالك محتاره والله، زي ما كانت صباح بتغني، فاهم انت ازاي؟ لكن انا عاوز اقول لك ان الزمالك غني بابنائه، وممكن احنا هنشوف في اول اربع خمس مطوشه كده من الدوري، وهو فاضل على الدوري خلاص، الدوري فاضل له بتاع 8 ايام ولا 7 ايام، اسبوع يعني. يعني ما بين اسبوع او 10 ايام، لانه هيبدا يوم 21 او 22. اه، النهارده 11 يعني او 12. النهارده 12. اه، النهارده 12. يعني فاضل له اقل من 10 ايام الدوري يبدا. ففي الاربع خمس مطوشه الاولانيين هيبان مدى انسجام اللاعبين والكلام من ده. و... والزمالك زي ما احنا قلنا غني بأبنائه، وممكن الناس اللي كانت قاعدة وكانت بتاخد دقايق معدودة أو فرص قليلة، ممكن لما تدخل تغير، انا دايما كنت زي بشوف محمد إبراهيم اه وزي إيشو وزي ناس كتيرة يعني، وكابتن محمد شحاتة برضو على فكرة. وشحاتة والناس دي. حتى لو هو لعب دقائق أساسية، هو يعني اتظلم كتير قوي في نادي الزمالك في الدقايق، يعني لا وقت يعني في بيلعب كتير، في فيه. نماذج كتير. اه فيعني فربنا يكرم ونشوف ويعني، وطبعا الدوري عندنا والكرة المصرية بتعلى لما يكون الأهلي كويس والزمالك كويس وبيراميدز ده كويس. بيعلي التنافسية، وطبعا أهم حاجة بينعكس ده على المنتخب. الاستمتاع طبعا بتاعك انت اه كمشاهد، وده بينعكس فعلا زي ما حضرتك قلت على وعايزين دوري يبقى المنتخب. كويس كده، لأن اللي احنا عملناه في كأس العالم بفريقنا المحترم وجهازه الفني، عاوزين بقى الناس تتابع فعلا. الناس خلي بالك، ناس من بره كتير جدا، او زي ما بيقولوا الفانز الكتيره اللي جايه من كل الدول الاوروبيه وامريكا الجنوبيه والحاجات دي، هتبدا تتابع الدوري المصري اللي عمل المنتخب ده والكلام من ده. فاحنا عاوزين ايه؟ ومحللي الأداء عايزين
ان لاعيبتنا والدوري بتاعنا يكون يعني في اعلى ليفل ممكن. يعني يمثل يعني خير ممثل للكرة المصرية يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وطبعا مهما حصل احنا نادي الزمالك ده من الانديه العريقه، واحنا طبعا يعني يهمنا ان هو حتى واحنا اهلاويه يعني يهمنا نادي الزمالك ان هو يرجع طبعا للقمه تاني، عشان حتى يبقى في تنافس يعني قوي يعني بين الفرقتين. وان شاء الله الاحوال تبقى ترجع زي ما كانت، ما يبقاش في اي مشاكل ان شاء الله. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة من سلسلة حلقات في التسعين، وتشرفت بيك يا كابتن إبراهيم. اهلا بيك يا كابتن زياد، انا الشرف ليا. شرف لي أنا. طبعا إن شاء الله بنتمنى لحضراتكم إن انتوا تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة، واستنونا في حلقات قادمة إن شاء الله في قناة في التسعين، وإن شاء الله نشوفكم على خير. والسلام عليكم.